سكاي نيوز عربية هنا في الفاشر. هذا المخيم يأوي مئات النازحين. وهذه كانت آخر نقطة تواجد للجيش السوداني. يعني تم القبض على 12 شخص الآن هم وجهت لهم تهم. نحن كدائرة قضاء عسكري بنحاكم. الآن ستتحرك فرق لجلب الأم المصابة. قبل جاية الدعم السريع كان ما في علاج. أغلب أحياء المدينة باتت مزروعة بالألغام. طلعنا المفخخة دي عبارة عن متفجرات. في مساعدات إنسانية، مساعدات غذائية تحديدا. تعد هؤلاء المتطوعون لتوزيع هذه المساعدات. احنا من جينا من الفاشر ارتكزنا فوقه، ما قصروا مننا بأي حاجة. تابعونا في سلسلة من التقارير الحصرية والميدانية على سكاي نيوز عربية من الفاشر.